ازيكم عاملين ايه؟ جايلكم النهارده باكله سريعه. تنفع في الزنقات في الحر لما تبقي مش عايزه تقفي في المطبخ. صينيه بطاطس بالكاري. الصينيه دي بتتعمل بالبطاطس والفراخ البانيه. آه بنجيب بطاطستين او على حسب بقى عدد الكميه طبعا اللي انتي هتعمليها، بقطعهم شرايح وعليها بصله كبيره، بحط عليها ملح وفلفل وجوز الطيب، 3 فصوص توم ببشرهم فوق البصل كده. وبعدين بجيب الصينية وبحط فيها معلقة سمنة كبيرة، بنزل بالبطاطس، اديها تشويحة بقى يعني حبة حلوين كده، تتشوح حبة حلوين. وبعدين انزل فوقيها بالبصل واحط معلقة كاري كبيرة. وبعدين بحط البانيه، انا البانيه عندي اصلا ببقى مجهزاه متبل في الفريزر. وانا بشتغل النور قطع. بعد ما حطيت البانيه اديتها تشويحه كده سريعه مش كتير يعني، وبعدين نزلت فوقيها بميه مغليه وحطيت معلقه كبيره من دبس الرمان. وجنبها عملت حله الرز بالشعريه. انا بعشق الرز بالشعريه جنب بقى الاكله دي. انا عندي بوريكم بس شكل الشعريه، انا بخزنها في العلب بتاعه الرز البسمتي. اي علبه رز بسمتي عندي حاطه فيها شعريه، لسان عصفور، النشا. الرز النوع ده ما بيتغسلش، فيه انواع كتير قوي ما بتتغسلش زي الضحى، ويعني في كذا نوع انا استخدمته. الانواع دي ما بتتغسلش. بصوا ده شكل الصينيه، دبس الرمان بيديها لون حلو قوي، وريحتها كمان كانت جميله جدا. انا كنت مزوده بس الميه شويه علشان يبقى فيها زي شرب كده، علشان الاطفال لما تيجي تاكل تبقى سهله عليهم في البلع. وجنبها كمان الليمون المخلل. جربوها وقولوا لي رايكم، وقولوا لي كنتوا عارفينها قبل كده ولا لا.